شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير، مساءكم ورد وفل وياسمين وعسل كالعادة. اليوم سبت، أنا أحب السبت أقعد بالبيت، بس صديقتي الله يسلمها من الصبح مسجات واتصالات، تعالي سوي لي أكل هندي. صراحة أنا سمعت أكل هندي شجعت، لأنه أنا كلش أحب الأكل الهندي، ولأنه سبايسي أو حار، أخاف يقولوا لي تفيكين تحكين إنجليزي فأحب الأكل الحار. أنا قبل كنت الأكل الهندي أكو منتجات هندية اسمها مدرس، هاي صورتها. كنت رأسا أذوب الصلصة وأخليها بالدجاج ويلا خلاص أخليها شوية على النار وتستوي. وبعدين قلت ليش ما أتعلم الطريقة، فدخلت على هواية هنود يسوون التشيكن مسالة. هو أنا اليوم راح أسوي لكم تشيكن مسالة، فتعلمت الطريقة من عندهم المضبوطة. وهم كنت أروح هنا مطاعم بعمان، أكو هواية هندية، فجربت هواية مطاعم بعمان، بس شنو الأكل مو كلش حار يجيبوا، أنا أريده فدنا ومشطشط. ومرة دا أكل، أختي قالت إيش دا تاكلين؟ قلت لها دا أكل لحم، يعني هي أكلة هندية باللحم. كانت تقول لي أكيد حاطيلك لحم حمار. أني بعد اللقمة بحلقي لا أقدر أذبها ولا أقدر أكملها. من يومها على قولة عادل الإمام رفتي قوي فبطلت، قلت تعلمتها وقمت أني أسويها. فقمت أني أسويها بالبيت، وحسيتها أصلا أطيب بالبيت من إنه من المطاعم، أو إنه أني أسويها بهاي الصلصة جاهزة ومكوناتها كلش سهلة. وحتى اللي ما يحب الأكل الحار يقدر يستغني عن الزنجبيل، عن الفلفل الحار، يعني يسوي مثل مرقة عادية. طولت عليكم بالحكي، فيلا تعالوا وياي خلينا نسوي تشيكن مسالة. نبدي بطريقة العمل. عندي صدور دجاج قطعتها مكعبات وغسلتها وخليتها بالمصفي تقريبا نص ساعة حتى تنشف نهائيا من المي. أبدي بتتبيلة الدجاج، أخلي بابريكا، ثوم مهروس، وفلفل أسود. بعد ما تبلت الدجاج راح أخليه على جهة تقريبا ربع ساعة حتى الدجاج يتشبع بنكهة البهارات. بعد ربع ساعة طاوة على النار، أخلي بيها شوية زيت وأضيف له الدجاج وأحمسه على نار عالية. يابا لا تاكلوا، هذا مو لكم الأكل، انتم متعودين على التشريب، احنا هنود. بعد ما استوى الدجاج أرش له رشة ملح وأخليه على جهة، وبنفس الطاوة أضيف شوية زيت وأضيف له بصل وأحمسه شوية، وعليهم طماطة، وأضيف لهم ثوم مهروس. طبعا دا تشوفون البصل والطماطة أنا مقطعتها كبار، فكلش عادي لأن أنا أصلا راح أهرسهم بالهاند بلندر، فإذا مقطعتها صغار وكبار ما راح يفرق أي شيء. وأضيف لهم غازو ني، طبعا الغازو ينطي ثخن للصلصة، وأضيف عليهم كوب مي. أضيف ملعقة كوب سكر بس مو مليانة، ملعقة أكل خل أبيض، وأضيف بعد ملح وبابريكا وفلفل أسود. آخر شي راح أضيفه هو بهارات التشيكن مسالة، طبعا تكون موجودة عند العطارين أو بالسوبر ماركتات، وأتصور أكو بارد وأكو حار. يعني أنا مرة اشتريت من سوبر ماركت بهارات تشيكن مسالة طلعت باردة، فاضطريت إنه أضيف هواية فلفل أسود للأكلة حتى تعطيني شوية حرارة. أما بالنسبة لهاي اللي بيدي، هاي صديقتي جايبيلها يا من الهند، فيعني أتصور هاي مضبوطة لأن بعد أكلتهم وبهاراتهم. هسه راح أفتحها وأذوقها وأشمها وأشوف شلونها. هذا شكلها، طبعا ريحتها تعطعط والحرارة تموت. كثري حرارة، وما أخلي كل التشيز، أهم شي لهلوبة. أبقي الطبخة
تقريبا 10 دقائق على نار متوسطة لحد ما البصل والطماطة يذبلون وياخذون نكهة البهارات. جنن الحرارة، سويت الجام شطشطة. بعد 10 دقائق خليت الخلطة بطاسة وهرستها بالهاند بلندر. يصير هذا شكلها، بعدين أصفيها بالمصفي. وطبعا أتخلص من البثل. هذا شكل الخلطة بعد ما هرسته وصفيته، صار مثل الصلصة. رجعته بالطاوة وأخليه على نار هادية. أضيف له مكعب زبد تقريبا نص ملعقة أكل، وأضيف تقريبا نص استكان كريمة طبخ. شلون من يصير؟ ايه يعني هيك. تعي شوفي هسه اوه تعي شوفي. خلص هالوين. صدق؟ طبعا ما تسجل عندي المقطع، ما أعرف ليش. أنا ضفت الدجاج للصلصة وضفت رشة زنجبيل، ضفت رشة صغيرة لأنه الفلفل الأسود خليته هواية، بهارات التشيكن مسالة حارة، فإذا أضيفه هواية زنجبيل يراد لنا إطفائية هيجي. فبالنسبة للحرارة أنتوا تقدرون تتحكمون بيها، تقدرون تستغنون عن الزنجبيل والفلفل الأسود تقللوه، فيعني أنتوا حسب رغبتكم شون ما تحبون سووها. هسه راح أخليها على نار متوسطة بس تبلي تغلي، وراها 5 دقائق واطفوها وتكون الطبخة جاهزة. هذا التمان صديقتي مسويته من البارحة، فراح أحميه، بس حضيف له شوية صبغة طعام وما راح أقلبه لحد ما يحمى التمان. طبعا هو عادي تقدرون تاكلون ويا تشيكن مسالة تمن أبيض، بس التمن اللونين يكون أحلى. وصارت وصفتنا جاهزة لهاليوم. التشيكن مسالة زينتها بشوية كريمة وشوية معدنوس، يعني ريحتها معبية الدنيا كلها، وأتمنى أنه تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. يعني عمره خسارة اللي ما يحب الأكل الهندي. وإن شاء الله مرة الجاية أسوي لكم البرياني الهندي. وصديقتي راح تموت تقول كافي عاد جيبي الماعون. وهذا التمن شوفوا شلون حلو يا لونين. وطبعا الطاوات مالتي ها أخذت الماعون يلبي. أريد أقول لكم على شغلة، إذا أكلتوا أي أكلة سبايسي ولسانكم احترق، لا تشربون مي ولا مشروبات غازية ولا لبن، أكلوا طماطة هي الوحيدة اللي تبرد حرارة اللسان. أي سولفوا. اي حياتي، بس هو عزيز يعني بمعنى الكلمة. عجبك يعني؟ ايه اكيد دائما وابدا. صار قد ما ماخذيها بين أيام تركيا. لا سويناها هنا مرة. لا والله آخر مرة بتركيا. سويناها هنا بهاي الشقة هم، يعني أتذكر. من شفتي يمي؟ شو ما أتذكر صدق؟ طبعا صديقتي بعد ما خلصنا غدا كانت تقول ممكن طلب، بعد ما كربت علي الغدا، ممكن طلب أريد تساعديني نفرش الزولية. يعني أنا ما شايفة هيجي ناس جايبيني من بيتي يوم استراحتي حتى أطبخ وأفرش زوالي. ترى هاي مو خوش سالفة، خلي أروح أتلقى أعمالي. هسه هي بدأت تغسل الهول. وهاي فرشنا وخلصنا. صراحة ما تعبت لأنه هي زولية واحدة وخفيفة، بس يعني اسمه كربوا علينا. طبعا صديقتي خطية كلش تعبت، فقررت انه اسوي المطبخ عنها. يلا يم رب العالمين ما يروح. خليت شوية مي، راح اخلي سائل جلي. سائل جلي شنو؟ مال غسل مواعين.
وشوية قاصر. هو طبعا لازم واحد من يعيش بغير دولة انه ياخذ بعض الكلمات منهم ويتعود عليها. شوفوا شلون سويت الكاشيل ما تشوف صورتها بيها. عيني خل اسوي قهوة وقفلة البيتنا، اخاف بعدين اقوم حتى العمارة انظفها. ضحكي شكو عليك، هاي عوداني قاعدة عطلة بالبيت. انت صديقتي واختي. عمي شنو هالصداقة هاي؟ مصالح. لا مصالح، ايش داعي خليني بالبرلة. لا حبي تدللي ما دشاقة وياك. ليش عكسي؟ خل اسوي شاي وصفارة. امي نفسها مال الصبح ترى تشربه حارة. قاعدة احمد جام. هون بالبيتونة. بالبيتونة. بهذا بيتك اي يوم اي وقت اي ساعة. لا انسي، لا بيتي ولا شيء، ما اريد بعد ما اجي. سوي لي بلوك، رقمك ما اريد اشوفه. اتمنى انه تكون عجبتكم وصفة التشيكن مسالة، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ولا تنسون الاشتراك بالقناة ولايك وشير للفيديو. واريد اقول لكم على شغلة، ابد لا تطنون عين لصديقاتكم، ترى يستغلوكم ابشع 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 استغلال. باي باي.